من هنا ورايح ده هيبقى اعلى موبايل لسامسونج في الفئة المتوسطة، يعني مفيش A74، اعلى موبايل هو A54. ده لو سامسونج مغيرتش رأيها بعد كده. سعر الموبايل حاليا في الامارات حوالي $380 لاعلى نسخة 8256، والسعر في مصر وقت نزول الفيديو حوالي 17500 جنيه. انا جربت الموبايل لمدة اسبوع تقريبا، ولازم تكمل الفيديو للاخر علشان هنقول مزايا وعيوب مهمة. هقولك في البداية على اقوى 7 مزايا عجبوني في الموبايل، غالبا هيكونوا هم السبب لو فكرت تشتريه، وبعدين هكلمك عن تجربتي مع حاجات مهمة زي البطارية والبصمة وتجربة المكالمات، وفي الاخر هقولك على 7 عيوب او 7 حاجات ما عجبتنيش في سامسونج A54. بس كالعادة قبل ما نبدأ عايزك تنزل تعمل لايك لانه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، ولو كنت اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس. لو هتشتري الموبايل او هتشتري اي حاجة من موقع نون استخدم اكواد الخصم بتاعتنا واللي هتديك خصم اضافي. لو بتشتري من نون مصر اكتب GF10، ولو بتشتري من نون السعودية او الامارات اكتب GL50. هنبدأ بالمزايا القوية، وأول حاجة وأكتر حاجة بتعجب الناس في موبايلات سامسونج هي التصميم. مش قصد الشكل هنتكلم عليه دلوقتي، ولكن أقصد الحاجة اللي بتنفرد بيها سامسونج في معظم الفئات السعرية، وهي مقاومة الماء والأتربة. الموبايل مقاوم بشهادة IP67، يعني يستحمل الغطس في المياه العذبة لعمق متر تقريبا على حسب كلام سامسونج، ودي حاجة بتهم ناس كتير خصوصا اللي استعمالهم للموبايل بيكون عنيف. أما من حيث الشكل فسامسونج بعدت عن التصميم القديم اللي كان نازل بيه A53 ومن قبله A52s، وخدت طريق جديد وهي انها تخلي تصميم الفئة المتوسطة واخد من تصميم الفلاج شيب. يعني A54 هتلاقيه يشبه كتير S23، 3 كاميرات خلفية مرصوصين تحت بعض، وكل واحدة فيهم محطوطة جوه فريم معدني باللون الفضي. الظهر هنا شكله شيك وبيدي احساس الزجاج ولو انه من البلاستيك، ناعم زي المراية وبيدي انعكاسات قوية مع الضوء. اللون اللي معانا هو الليمون او الليموني، وده لون جديد سامسونج اول مرة تنزله، والفريم الخارجي للموبايل في اللون ده جاي باللون الذهبي. مسكة الموبايل في الايد تشبه كتير مسكة الايفون. تصميم A54 بشكل عام حلو، ولكن بما ان ده اعلى موبايل متوسط لسامسونج كان لازم حواف الشاشة تكون اقل من كده. الموبايلات المنافسة حوافها اقل بكتير، وكان لازم كمان حجم الشاشة يكون اكبر من كده لان حجمها 6.4 بوصة فقط. ندخل على تاني ميزة قوية في A54 وهي الشاشة كعادة سامسونج. مواصفات الشاشة هنا هي الأعلى في الفئة المتوسطة، نوعها سوبر أموليد، دقتها فول HD وبتيجي بتردد 120 هرتز، وبتدعم كمان خاصية ال HDR10+. مش عايزين نتكلم كتير عن تجربة المشاهدة لأن دي حاجة معروفة عن سامسونج، تشبع قوي جدا للألوان مع تفاصيل كتير وكثافة بكسلات عالية. سواء بتتصفح أو بتتفرج على فيديوهات أو حتى بتلعب جيمز الشاشة هتعجبك، ولكن من أهم مزاياها هي شدة الإضاءة واللي المتوسط بتاعها 1000 نتس. انا حرفيا في معظم الوقت كنت شغال ب 30% من الاضاءة، بالتالي مش هيكون عندك معاها اي مشكلة في الشمس. التردد ال 120 هرتز باين جدا في التصفح وعامل فرق في سلاسة الانتقال ما بين المشاهد. وطبعا سامسونج هي اللي اخترعت خاصية الأولويز اون ديسبلاي واللي هتلاقيها موجودة في الموبايل. أما تالت ميزة قوية وواحدة من الحاجات اللي حصل فيها تطوير كبير المرة دي هي التجربة الصوتية وخصوصا السبيكر. الموبايل جاي بسبيكر ستيريو وده طبيعي، الصوت بيطلع من السماعة السفلية وسماعة المكالمات في نفس الوقت، وتوزيع الصوت ما بين السماعتين ممتاز، ولكن أنا أقصد هنا جودة الصوت. حرفيا ده أفضل صوت سبيكر وأكتر سبيكر مجسم سمعته من سامسونج في الفئة المتوسطة. الصوت مليان تفاصيل، ده غير إن خاصية الدولبي أتموس موجودة وبتشتغل مع السبيكر وبتزود حلاوة التجربة. درجة علو الصوت حلوة تاخد 9/10، ولكن جودة الصوت تاخد 10/10. ومش بس السبيكر هو اللي حصل فيه تطوير، سامسونج كمان طورت تجربة الاهتزاز او الفايبريشن. موتور الفايبريشن من النوع الحديث وبيدي انواع اهتزاز ذكية او هابتك فيدباكس مع لمساتك للشاشة. وصلنا لرابع ميزة قوية وهي نقطة مهمة وهي المعالج وتجربة الأداء. A54 نازل بمعالج جديد وهو إكزينوس 1380 مع 8 جيجا رام. لو عايز تقارنه بحاجة فهو بينافس سناب دراجون 778G وبيتفوق عليه في بعض الحاجات، ده غير إنه بيدي أرقام حلوة جدا على تطبيق أنتوتو. طب هل ده واضح على تجربة الأداء الفعلي ولا دي مجرد أرقام وخلاص؟ الحقيقة التجربة هنا سريعة والموبايل هيريحك في الأداء اليومي والتصفح وفتح التطبيقات. ومن أهم مزايا واجهة سامسونج إنها مستقرة، سرعتها ثابتة وما فيهاش الغلطات والباجز بتاعت واجهة
واجهات تانية. ده غير ان سامسونج بتضمن لك تحديثات الواجهة لفترة طويلة، والموبايل جاي بأحدث واجهة One UI 5.1 وجاي كمان بأحدث اندرويد وهو اندرويد 13. لكن بالنسبة بقى لتجربة الجيمز في عليها شوية ملاحظات. مش قصدي الأداء لأنه كان سلس معايا ومفهوش مشكلة، ولكن لأن المعالج ده مش منتشر زي معالجات سناب دراجون وميديا تك فما فيش اهتمام بيه من مطورين الألعاب. يعني مثلا PUBG هنا آخرها HD جرافيك هاي فريم ريت، حتى لو نزلت بالجرافيك هتفضل هاي فريم ريت. كول اوف ديوتي آخرها هاي جرافيك فيري هاي فريم ريت. طبعا المعالج يقدر على أعلى من كده، ولكن زي ما قلنا مفيش اهتمام من مطورين الألعاب. وقبل ما ندخل على آخر ميزتين معانا ونشوف كاميرات سامسونج بتعمل ايه، خلينا اكلمك بسرعة عن خامس ميزة عجبتني في الموبايل وهي الواي فاي. A54 شغال بنظام واي فاي 6 على عكس A53 اللي كان شغال بنظام واي فاي 5. انا ما كنتش اعرف المعلومة دي لحد ما اداء الواي فاي لفت نظري وحسيت انه اقوى وبيلقط من على مسافات ابعد من موبايلات تانية، وفعلا لقيته شغال بنظام واي فاي 6. وصلنا لسادس ميزة قوية وواحدة من الحاجات اللي بتخلي ناس كتير تختار سامسونج تحديدا، وهي صور الكاميرات. الكاميرا الأساسية دقتها 50 ميجا بكسل، مفيش جديد. معالجة ألوان سامسونج هي رقم 1، بتشبع الألوان بشكل قوي وفي نفس الوقت بتبقى قريبة جدا من اللون الحقيقي. تعاملها مع الإضاءات العالية المباشرة تعامل مثالي. الشمس في الصور دي مثلا في وش الكاميرا، مع ذلك كل تفاصيل وألوان الصورة باينة بشكل واضح جدا. خاصية العزل هنا شغالة بكفاءة عالية جدا وبتدي صور شكلها حلو. بتحدد الأطراف بدقة رغم إنها شغالة سوفت وير فقط، ولكن من أهم المزايا هنا هي تأثير الوضع الليلي. الصور في إضاءة ضعيفة على الوضع العادي بتدي نتيجة حلوة، لكن لما بتفعل الوضع الليلي بتعمل تأثير ممتاز في إضاءة وتفاصيل الصورة وبتحسسك إن إضاءة المكان عالية أصلا. أما الكاميرا التانية فهي كاميرا وايد أنجل، وكعادة سامسونج بتديك كاميرا عريضة بأعلى دقة 12 ميجا بكسل وكمان بأوسع زاوية تصوير 123 درجة. معالجة ألوانها حلوة وتعاملها مع الإضاءات العالية المباشرة ممتاز برضو. تصويرها في إضاءة ضعيفة بيدي نتيجة أقل من الكاميرا الأساسية، ولكن الوضع الليلي هنا قوته بتبان أكتر مع الكاميرا العريضة لأنه بيحسن كتير في إضاءة وتفاصيل الصورة. أما كاميرا السيلفي هنا فدقتها عالية 32 ميجا بكسل وتفاصيلها كتير فعلا. ده غير إن زاوية تصويرها أوسع من معظم كاميرات السيلفي، لكن مش دي أهم حاجة. الألوان هي أحلى حاجة فيها. دي من أكتر كاميرات السيلفي اللي بتقرب قوي للون الجلد الحقيقي. الألوان تحسها طبيعية جدا وغير مبالغ فيها. ده غير إن تعاملها مع الإضاءات العالية المباشرة بيدي نتيجة ممتازة برضو. حتى لو استخدمت خاصية العزل برضو الخلفية مش هتتلسع. تصويرها في إضاءة ضعيفة بيدي نتيجة معقولة، لكن لما بتفعل الوضع الليلي بيزود الإضاءة بشكل كبير، ولكن بيزود شوية كمية النويز. باختصار سامسونج هتديك أفضل صور للكاميرات، وهتديك كمان أفضل تجربة لتصوير الفيديو مع التثبيت البصري والإلكتروني، ومع دقة ال 4K في كل الكاميرات زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي في آخر ميزة قوية. ده تصوير فيديو بموبايل سامسونج A54. الموبايل بيصور بالكاميرات الخلفية والأمامية لحد دقة 4K على 30 فريم في الثانية. الموبايل بيدعم التثبيت البصري لحد دقة ال 4K، وده شيء متوقع من سامسونج في الفئة السعرية دي وفي فئات سعرية أقل من كده كمان. ده غير الميزة اللي معروفة بيها سامسونج وإنك تقدر تغير ما بين الكاميرات من غير ما تفصل أو توقف الفيديو. يعني إحنا كده بنصور على الكاميرا الأساسية، على الكاميرا العريضة أثناء ما إحنا بنصور، على الكاميرا ال 2X، ونرجع تاني للكاميرا العريضة، كاميرا السيلفي زي ما إحنا شايفين. ودي من أهم مزايا موبايلات سامسونج. كده خلصنا المزايا القوية، وهندخل دلوقتي على تجربتي مع حاجات مهمة زي البصمة والبطارية وتجربة المكالمات. بس قبل ما نبدأ فيها عايز أفكرك تشترك في جروب التليجرام بتاعنا، لأنه بينزل عليه المنتجات اللي عليها عروض وخصومات قوية. هتلاقي الرابط تحت الفيديو، دوس عليه وبعدين دوس جوين أو اشترك. هنبدأ الأول بأداء البصمة. طبعا البصمة كعادة معظم موبايلات سامسونج بتيجي في الشاشة. أداء البصمة كويس مش وحش. طبعا هي مش في سرعة بصمات أوبو وريلمي وأونر، ولكن بشكل عام هي مش بطيئة، يعني ما نقدرش نعتبرها من عيوب الموبايل، ولكن أدائها متوسط. نيجي بقى لحاجة مهمة وهي استهلاك البطارية. حجم البطارية هنا كبير 5000 ملي أمبير. المعالج هنا جاي بدقة تصنيع 5 نانومتر، بالتالي هو موفر جدا للطاقة، ولكن واجهة سامسونج معروف عنها إنها مش الأفضل في استهلاك البطارية. الموبايل باستخدام فوق المتوسط وعلى تردد شاشة عالي عمل معايا حوالي 6 ساعات شاشة مفتوحة، يعني هيكمل معاك اليوم مستريح، ولكن ده مش أفضل استهلاك لبطارية بالحجم ده. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا وهي تجربة إجراء المكالمات. أولا من حيث قوة الشبكة، فالمعروف عن معظم موبايلات سامسونج خصوصا اللي فيها معالجات إكزينوس إنها مش بتدي أقوى شبكة. يعني لو معظم الموبايلات اللي شبكتها قوية بتلقط 4 شرط، في نفس المكان A54 هيديك 3 شرط، بالتالي الموبايل
الموبايل هيبقى تمام لو انت في مكان الشبكة فيه عالية او متوسطة والموبايل شغال لحد شبكة ال 5G. لكن لو انت في مكان الشبكة فيه اصلا ضعيفة ما انصحكش بيه ولا بموبايلات سامسونج عموما. بالنسبة لصوت سماعة المكالمات عالي وواضح، ده غير ان مايك الضوضاء موجود وبيساعد في ان الصوت يوصل للي بيكلمك بشكل اوضح لو كنت بتتكلم في مكان دوشة. ولكن في عيبين موجودين في تجربة المكالمات، خليك معايا وهنقولهم دلوقتي. واخر حاجة قبل ما نقول العيوب هي ان الموبايل بيدعم خاصية ال NFC واللي بدأ يكون ليها استخدامات كتير دلوقتي. كده خلصنا التجربة، ودلوقتي بقى هقولك على 7 عيوب او 7 حاجات ممكن ما تعجبكش في سامسونج A54. اول عيب واول حاجه هتضايقك في الموبايل هي انك مش هتلاقي معاه اي حاجه. مفيش شاحن، مفيش جراب، مفيش سكرينه. كل اللي هتلاقيه في العلبه الموبايل ومعاه كابل، بالتالي هتضطر تشتري الحاجات دي علشان تعرف تستخدمه. اما العيب التاني في الموبايل هي قدره الشحن. ما ينفعش ابدا في السعر ده قدره الشحن تبقى 25 واط. الموبايل بيشحن في حوالي ساعه وتلت لو شحنته بشاحن 25 واط. الفرق بقى كبير قوي مع المنافسين اللي وصل واحد منهم لقدره شحن 120 واط. ريدمي نوت 12 برو بلس بيشحن في تلت ساعة، وسامسونج A54 بيشحن في ساعة وتلت. أظن الفرق واضح. تالت ورابع عيب في تجربة المكالمات، وأولهم مستشعر التقارب. أنا معرفش إيه سر التصميم على إنهم ما يركبوش مستشعر حقيقي في الموبايل، في حين إن في موبايلات سامسونج أرخص من كده فيها مستشعر حقيقي. أداء الاستشعار في الموبايل كان ساعات بيعلق، والشاشة كانت بتفتح وأنا حاطط الموبايل على ودني. العيب التاني في تجربة المكالمات هيهم بعض الناس، وهو إن خاصية تسجيل المكالمات مش موجودة. اما العيب الخامس في الموبايل مش انه مفهوش مخرج سماعه 3.5 مللي، لان ده ممكن يبقى عادي عند معظم الناس، لكن العيب ان جربت اوصل سماعه هاند فري بكونفرتر عن طريق منفذ التايب سي، وجربت اوصل سماعه تايب سي لكن من نوع تاني غير سامسونج، ولكن الموبايل مرضيش يشغلهم. فمعرفش هل ما بيقراش غير سماعات البلوتوث بس، ولا لازم السماعه التايب سي يكون نوعها سامسونج. العيب السادس انك علشان تركب كارت ميموري لازم تستغنى عن الشريحة التانية. والعيب السابع هو ان الموبايل مفهوش راديو FM للناس اللي يهمها وجود راديو. دي كانت تجربتنا لأعلى موبايل في الفئة المتوسطة السنة دي من سامسونج. ما تنساش تستخدم اكواد الخصم بتاعتنا لو هتشتري اي حاجة من موقع نون، وما تنساش تشترك في جروب التليجرام وهتلاقي الرابط بتاعه تحت الفيديو. مستني تعليقاتكم واسئلتكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.